أنا جيت وجبت لكم الوصفة اللي طلبتوها مني بكثرة، اللي ضروري أنها تكون في طاولة العيد. وصفة سهلة سريعة وبالزاف بنينة، بدون مول، بدون طابع، وبدون بيض، وبدون فرن. إذا نقولوا بسم الله على بركة الله. مباشرة في إناء عندنا كيلة من القطايف، الكيلة اللي نكيلو بها من البداية حتى للنهاية. الكيلة الأولى قطايف محمصين باللون الذهبي، الكيلة الثانية درناها أيضا كاوكاو محمص بالقشور، أيضا حيث ما هو رقيق ما هو خشن، يكون متوسط كما حبة الكسكس. والكيلة الثالثة اللي هي عبارة عن الجوفريت. أنا استعملت هذا الجوفريت، راهم دايرين بروموسيون في السوبيرات، ماهوش إشارة، لقيتو بروموسيون راني شريتو بزاف بنين، لأنه فيها الكريمة هذيك الشوكولا تاعها بزاف بنينة، وأيضا اللون تاعو تاع الشوكولا تاعو قاصحة، يعني تعاونك بزاف في البنيون تاعك. هذا هو لا مارك، وانتيا خيري الشيء اللي يكون عندك تقدري تستعمليه. عندنا هنايا حوالي ملعقة تاع أكل من كاكاو البني، وراح نرحيوها فقط بالأيدي، يعني كامل راح نكرفسوها بيدينا، راح تترحى بكل سهوله. هنايا كل وحده كيفاه دير البنيون تاعها. انا اول حاجه ما استعملتش الكاطو، حبيت نقص كميه الحلاوه، لانه من بعد راح نطموها بالشوكولا الطيلاء، وراح نوريكم الطريقه اللي تنقص لكم الحلاوه. كاين زوج اسرار. اول حاجه القطايف والكاوكاو ماهمش حلوين، وهذا الكوفريت اللي شريتها ماهيش حلوه بزاف، لانه الكريمه تاعها بذوق الشوكولا ولكن ماهيش حلوه. اذا هذو الثلاث مكونات كبدايه ما همش حلوين. اذا بعد ما نضيفوا لها هنا، بعد ما سكرفجتها جيدا، ضفت لها هذيك ملعقه تاع اكل من الكاكاو البني، ماهوش الاسود، البني حتقطع لها الحلاوه. يعني لما تاكلي هذه الحبه تاع الحلوه ما راحش تقهمك، تقدري تاكلي حبات في دقيقه واحده، يعني ماشي تاكلي نص حبه وتحبسي، لانه بنه عالميه والحلاوه ماهيش حلوه بزاف. اذا كما راكم تشوفوا عندي العلب كامل تاع الشوكولا الطيلاء اللي عندي كامل، فضل لي بقات فيها ملعقه جبتهم خلطتهم في هذا الكاطو. يعني الشيء اللي يكون عندك، انا تبقى لي شويه القطايف، وتبقى لي شويه كاوكاو من الحلويات، وتبقى لي يعني الشوكولا هذه الطيلاء في العلب، راني وريتها لكم، يعني علبه فيها ملعقه، علبه فيها ملعقه. وهنايا كما راكم تشوفوا اخواتي، راح نطموا كامل هذا الحشوه تاعنا، عفوا نطموها كامل بهذه الطريقه، وراح نقطعوا لها الحلاوه. باش اخواتي اول حاجه كملت لي النوتيلا، وثاني او الشوكولا طيلاء، وثاني حاجه حبيت نقطع الحلاوه باش ما تجينيش بزاف حلوه عفوا. راح نجيبوا المعجون المشماش كيما راكم تشوفوا، تجي بزاف بنينه، حتى تضمن العجينه تاعنا تكون متماسكه، ماهيش جاريه ماهيش يابسه، لازم يعني تتشكل كيما حبيتي في اليدين تاعك، راهي سهله مهله. هنايا بالنسبه للحشوه، حبيتي ديري شوكولا الطيلاء السوداء، حبيتي ديري شوكولا البيضاء بذوق البندق، الشيء اللي يكون عندك. المهم انا هذا واش كان متواجد في عندي، خلصت لي الشوكولا السوداء كانت عندي هذه، راح نحشيها كامل. هنا حبيتي ديري في المول سيليكون، تقدري ديري، ما عندكش ديري بيديك فقط. يعني هنايا راح تجيبوا الحشوه نتاعك، راح تحليها بيديك كيما راكم تشوفوا. الشوكولا كاين السر واحد، حبيتي ديريه كيما هكا مباشره، ما تقدريش تكعبريها بيديك من بعد، يعني ما تقدريش ديريها كريه، يعني فقط تشكليها وتحطيها حتى تحطيها في الفريجيدير تبرد لك شويه، تشكليها كيما حبيتي. حبيتي انك تهزي هذيك الشوكولا الطيلاء البيضاء بذوق البندق، تقدري تحطي يعني هكا في الكيس بلاستيكي، وقطرات شويه وتحطيها مجمدتي يبسلك، وتقدري تستعمليها مباشره في الحشوه تاعك. تحبي ديري نفس الطريقه اللي درتها انايا، ولكن تسيسيها، تقدر تخرج لك من الحشوه تاعك لا ما عرفتيش الطريقه اللي تخدمي بها. اذا كما راكم تشوفوا راني ندير شويه وراني نغلق بهذه الطريقه، ونعاود نحطها مباشره فوق كيس بلاستيكي. يعني الطريقه، شوفوا الحشوه قبل ما ندير لها كامل الشوكولا راني نعجنها بيديا، باش يعني من بعد كي نغلقها راح تتغلق بلا ما تخرج لي الشوكولا نتاعها. يعني اذا فرسيتو على الحبه راح تخرج لك الحشوه كامل. اذا راح نكمل عدد الحبات كامل بهذه الطريقه، يعني طريقه اسهل منها ما كاش، صدقوني تجي بزاف بنينه، وما تجيش اطلاقا الحلوه، لانه كما قلت لكم ما استعملنا لا غاطو، ما استعملناش يعني بزاف حوايج حلوين عليها، يعني تجي حلاوه تاعها معتدله. بعد ما كملتهم كامل راح نجيب شوكولا بالحليب، شوكولا سوداء بالحليب. راح نجيبو كميه من الكاوكاو ايضا، كنت حمصتهم باش يعطيوني القرمشه. انا درت لها حوالي ملعقه تاع الزيت باش تخفف لنا شويه الشوكولا، وراح نجيبو بعد ما حطيتهم في المجمد حوالي هكذاك 5 دقائق، عاود جبدتهم. هنا تقدروا تشكلوهم كامل كيما حبيتوا بيديكم، هنايا بلا ما تتحل لكم الحبه، يعني تكوروهم كامل. انا بكل صراحه كنت زربانه باش نكمل لكم هذا الفيديو، خدمت هكذا كيما شكلتهم كيما درتهم. المهم راح يجي التزيين تاعهم والله غير يجي باهي ويجي بزاف
بزاف بزاف بنين وبدون مول وبدون طابع. واللي عندها مول سيليكون يعني تجيب هذيك الحشوه تحطها مباشره في المول السيليكون تاعها، تحطها في المجمد، تشد القوامه تاعها، تعاود ديموليها كامل من المول، وراح تقلاصيها بالشوكولا. يعني طريقه اسهل منها ما كاش. ولكن تاع طلبيات اخواتي ان شاء الله راح نحط لكم الوصفات للطريقه اللي تسهل لكم. المهم انا هذه الطريقه حبيت نعطيها للمبتدئات اللي ما عندهمش لي مول، اللي حبت تدير للدار، ولكن الطريقه البروفيسيونيل يعني حاجه اللي تخدميها حاجه نقيقيه وحاجه نظيفه وحاجه حبات كامل قد بعضهم، ان شاء الله مور العيد باش نحطها لكم، باش اللي حابه تخدم الطلبيات اللي حابه تخدم المشاريع باذن الله. اذا كما راكم تشوفوا اخواتي راح يعني نحيل كامل كميه الشوكولا الزائده. هنا كما شتوني هزيت الملعقه باش نقلاصي بها، الفرشيطه اللي نشد بها الحبه. بالنسبه للسكين باش نهبط الحبه يعني تسهل لنا. يعني شوفوا الطريقه اللي راهي نخدم بها، يعني بهذه الطريقه راح تجيكم طريقه سهله ومبسطه. بالنسبه للسكين راح نحي بها كميه الشوكولا الزائده، وفي نفس الوقت راني نهبط الحلوه تاعي بعد ما كملتهم كامل. بالنسبه للتزيين عندك حبه جوزات صغار تقدري تستعمليهم، او الكاوكاو المرحي ايضا تقدري تزيني به، او بالورق الذهبي. انا ما لقيتش الورق الذهبي حبيت نستعملها، جد بسيطه. يعني تزيين ولا اروع، جد سهل، والبنه عالميه. دوك نوريكم القوام تاعها. هنايا تقدري يعني تستعملي بيبيتو شوكولا، تقدري تخليها سامبل، تقدري ديري بها هذاك المول اللي فيه عيد سعيد. المهم هنايا التزيين اختياري. شوفوا الشكل تاعها كيف جا، حتى ولو كان يعني درتهم عيني ميزاني بدون ميزان بدون يعني ما انه يعني فينيهم بزاف بزاف ملاح، ولكن والله صدقوني بنتها ولا اروع. يعني اي مبتدئه حتى هذوك تاع 9 سنين 10 سنين تقدر ديرها وعينيها مغمضين. من بنتها ما عندي ما نحكي لكم، القوام نتاعها ما عندي ما نحكي لكم. اذا كما راكم تشوفوا هذو هما اللي خدمتهم بالجوزات، وهذو هما اللي خدمتهم برشه من الكاوكاو. هذو الرشه تاع الكاوكاو جاوني بزاف بزاف هايلين. وحتى اذا ما درتي لها والو راح تجي كيما هذوك اللي يتباعوا زمان 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 في المحلات والمكتبات لا شفيتوا عليهم، يعني كيما هاك يجوا. اذا نوريكم في طبيسي باللون الذهبي او الذهبي راح تشوفوا انه مش حتبان يعني الحلوه تاعكم بزاف بارزه، ولكن لما ديريها في طبيسي ابيض راح تعطي لكم يعني يعني الهمه تاعها يعني كما راكم تشوفوا. ولكن لما نديرها في طبيسي ابيض افضل وافضل، راح تبرز لكم الالوان وايضا العمل الكامل اللي خدمتوها يعني بطريقه سهله ومبسطه. راح نقسم لكم الحبه باش تشوفوا القوام تاعها من الداخل، وراح نشوفوا كامل كيف جاتنا الحبه. صدقوني اروع منها ما كاش. حتسيل لكم هكاك الشوكولا البنه عالميه، قوام ما نحكي لكم. شوفوا والله صدقوني ما قطعت لكمش المقطع كيما حليتها كيما راهو يسيل لكم الشوكولا. يعني اي وحده راح تحل الحلوه تاعها راح تلقى المفاجات من داخل. شوفوا يعني سهله مهله، يعني ما ديرتليش كامل الوقت، في ساعه تقدري ديريها تحملك الوجه قدام ضيافك. فقط ديري لي جيم وتعليقات والبارطاج مع الاحباب، ونحبكم بزاف بزاف في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.